اصول من فتره طويله، الحاجات دي كلها عليها اقبال جامد، يعني اغلبيه الشعب المصري والشعب العالم كله بيعاني من عمليه الضعف الجنسي وصوره القذف والحاجات دي كلها. طيب في البدايه احنا كشعب مصري، شايف ان العالم كله كشعب مصري من امتى بالظبط بدا الاقبال على الاعشاب الخاصه بالضعف الجنسي؟ لا، حاجات عشان الخلطه والضعف الجنسي دي اكثر من 25 سنه 30 سنه في اقبال عليها ونسبه الطلوع. ماشي، بس في الفتره الاخيره، السنه الاخيره والسنتين اللي فاتوا ده كان اقبال اكتر زائد او. طيب الاعشاب الخاصه بعلاج الضعف الجنسي اللي هو ايه بالظبط تصنيفه وسعره بيتجاب منين؟ ماشي، دي حاجات طبعا بتجاب من عندنا من عند العطار، كلها عباره عن ايه؟ اعشاب طبيعيه، حاجات كلها نباتات طبيعيه ما فيهاش اي اضرار جانبيه ولا اي حاجه، ما تضرش باي شيء، حاجات تفيد الجسم ما تضروش. بتبتدي هي اول حاجه بيخش لها الجنسك، نبات الجنسك. جنسك كويس. يخش لها تاني حاجه حبوب النقاح. حبوب اللقاح. وطلع النخيل. كل ده بتحط في مركب واحد مع بعضيه. كمل. وايه تاني؟ وبتحط معاها حاجه اسمها بلح جوز الطيب. بلح ايه؟ بلح جوز الطيب. جوز الطيب؟ جوز الطيب. وحاجه اسمها حرق جناح. حرق الجناح. حرق الجناح. حاجه اسمها بسباسه هندي. بسباسه هندي. وفلفل ابيض، سيبنا نتكلم على طول وابلغك الحاجه هتسجل انت على طول عنها. وفلفل ابيض وخلنجان وقرفه وجنزبيل وبذر جزر وبذر بصل وبذر جرجير، كل دي تركيبه بتتكون من حوالي 40 نوع. في الاخر اسمها ايه التركيبه دي كلها؟ اسمها نسخه بتتكون من حوالي 40 صنف من العطاره، بتتغلي وتتشرب زي الشاي او تتعجن بعسل نحل مع زبده بقري، يعني تتعمل زي المربى. ماشي. فهمتني؟ فده بالنسبه للضعف الجنسي وصوره الخلط. طريقه كم مره في اليوم؟ ممكن معلقه الصبح على الريق ومعلقه بالليل قبل العشاء. هو عباره عن زي العسل؟ لما ياخد المجموعه دي بتطحن طبعا، الخليط ده كله بيتجمع مع بعضيه وبيطحن باودر. كلام سليم؟ بعد ما بيطحن باودر بيتضاف يا اما على عسل وزبده بقري، يا يتغلي ويشرب زي القهوه او زي الشاي. دي طريقه الاستعمال بتاعته. ده بياخدوا له حبه البركه مع زهر البابونج مع شمر مع بذر كتان مع بردقوش، وكل ده يطحن جيدا. كل ده اسمه مركب ايه بالظبط؟ المركب دي مجموعه عشان الخشونه، يعني مجموعه اعشاب لخشونه الركبه او خشونه الايه؟ الغضروف او الرقبه او الظهر. من 15 يوم لشهر يرجع زي ما كان الاول واحسن كمان. لمريض السكر شغال، لمريض القلب شغال، لاي حد عنده اي امراض طبيعيه يعني مستعصيه، ده مفيد لها جدا. يعني اي مثلا امراض مستعصيه ده ياخد من الحاجات النباتيه الطبيعيه دي، مفيده ليه جدا. طيب تعالج السكر وتعالج كل حاجه في الجسم. ده بالنسبه للرجاله. هل السيدات نفس الاعشاب برضو نفس التركيبه دي؟ بالنسبه للسيدات في حاجات بقى مشروبات بتشرب كده، زي يعني الناس ممكن تشرب النعناع مع البردقوش مع زهر البابونج مع الشمر، الحاجات دي بتخليها فريش، ترخي الاعصاب كده وتخلي الاعصاب فريش يعني. طب الاعشاب اللي انت قلتها دي بكام وقد ايه بتجاب منين؟ يعني ممكن من عند العطار برضه، عند العطار عندنا احنا بنبيعها، موجوده عندنا. ما تروحش اكثر حاجه 20 جنيه الكيلو البردقوش او الكيلو. لا يعني الكميه كلها تاخدها ديت تكلفها بتاعت 20 جنيه.